كلنا تابعنا وبنشوف تصريحات الرئيس السيسي بخصوص القضيه الفلسطينيه، وانا دلوقتي عايز اركز على المؤتمر الصحفي اللي عمله مع المستشار الالماني اولاف شولتز، واللي الرئيس اقترح فيه اقتراح مهم لحل ازمه اسرائيل مع قطاع غزه. طب هو ايه الحل؟ خليك معايا وانا هقول لك. انا مصطفى الغريب وده سؤال. الرئيس السيسي وجه رساله للمجتمع الدولي والاسرائيل، وقال ان اسرائيل عايزه تدخل الفلسطينيين لسيناء لحد ما تقضي على الجماعات المسلحه وتبني القطاع تاني، وبعد كده ترجع الفلسطينيين لمكانهم. طبعا الكلام ده على سننا اهو. الرئيس قال كمان ان ده معناه ان المقاومه الفلسطينيه هتنتقل لسيناء، وده معناه انها هتتحول لقاعده للانطلاق بعمليات ضد اسرائيل، وبالتالي اسرائيل هتبقى عايزه تدافع عن نفسها، فهتضرب في سيناء اللي هي ارض مصريه، وده معناه ان الموضوع بقى مصر واسرائيل. المهم بقى الرئيس قال لهم عندكم صحراء النقب في اسرائيل ممكن تنقلوا فيها الفلسطينيين، وبعد كده لما تخلصوا اللي بتعملوه يبقوا رجعوهم تاني. ودي كانت حته كده مصريه بمعلمه. وللي ما يعرفش، فصحراء النقب دي منطقه في غرب اسيا مساحتها 14000 كيلو متر مربع، وبتقع ضمن حدود فلسطين المحتله سياسيا، ونص سكانها من البدو العرب، ومنهم قبائل وعشائر متعدده، واللي فضلوا في المنطقه من بعد حرب 1948. تقارير صحفيه قالت ان اسرائيل كانت بتحاول تسكن اليهود اللي جايين من الشرق فيها علشان تمنع البدو من انهم يشكلوا قوه خطيره تهدد الكيان الصهيوني. وعلشان كده لو ركزت في الموضوع شويه هتلاقي الحل اللي قاله الرئيس مناسب جدا، بدل موضوع سيناء اللي هيعمل مشاكل كتيره ده. سلام.